سن ال30. المجتمع بقاله سنين كتير قوي بيحاول يقنعنا إن قدراتنا وطموحاتنا ليها تاريخ صلاحية أول ما ندخل على ال30. خلاص احنا اوريدي استوعبنا إن في حالة من الهلع والخوف اسمها البيولوجيكال كلوك أو الساعة البيولوجية، وبقينا بنتعامل مع عيد ميلادنا ال30 أكنه الفينش لاين، خط النهاية. لا، هي دي مش بداية ولا أي حاجة. فأعتقد إن جه الوقت اللي احنا نكسر خرافة بعبع ال30 ده. يا مساء الخير في بودكاست لك الساعة 7 مع نور كل تلات وخميس. أنا آسفة جدا إن أنا صوتي لسه تعبان لحد دلوقتي. دي حلقة من بره السكريبت اللي احنا بنحاول فيها to heal together، وعشان نتعافى من حاجة أعتقد محتاجين إن احنا نحط إيدينا على المشكلة الأول عشان نعرف نحلها. خلينا كده نكون honest مع بعض. السوشيال ميديا دلوقتي احنا عايشين في زحمة من الصور، ممكن ان هي بنشوف achievements of others، اوكي، سواء بقى جواز، ترقية، بيت، عربية، سفر، خلفة، whatever. كل ده ممكن يكون قبل سن ال28. فالمشهد اللي قدامنا ان احنا we're way too behind، احنا متأخرين جدا جدا. ده غير طبعا الضغط النفسي المجتمعي للساعة البيولوجية، بيخلينا ان احنا عندنا خوف فبنفضل نجري 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 وخلاص. الغريب بقى ان اكتر الناس بيحسوا بالرعب ده هما الستات الناجحين جدا. بتبقي عاملة كارير قوي، بتبقي فور اكزامبل محققة حاجات كتير قوي في الشغل، بتبقي محققة حاجات كتير قوي في الستاديز في الأكاديمية بتاعتك، وعندك anxiety وعندك خوف وعندك perfectionism تكنيكس بتحاولي توصلي لها. فانتي بتبقي حياتك ماشية عبارة عن احنا بنجري بس في سباق مع نفسنا، مع الآخرين، مع المجتمع، مع العادات، ومع كمان الساعة البيولوجية بتاعتنا. طب تفتكري ليه سن أو رقم ال30 بالذات؟ لو رجعتي بالزمن لنص القرن اللي فات هتلاقي إن أسلوب الحياة، اختيارات التعليم، الشغل كانت متفصلة على سنين عمر صغيرة جدا. متوسط العمر نفسه كان أقل والفرص كانت محدودة. لو حتى رجعتي بالأكترز، الممثلين اللي كان فور اكزامبل عندهم 30 سنة هتلاقيهم شكلهم مختلف تماما عن الناس اللي عندهم 30 سنة دلوقتي. طبعا من أبلاي على 40s على 50s etc. فإحنا بالتالي دلوقتي بقى المجتمع بيقدم لنا أسلوب حياة كأنه خط مستقيم. ادرسي، اتخرجي، اشتغلي، اتجوزي، خلفي، يا ريت تبقي في النص اشتريتي عربية، يا ريت يبقى عندك ملكية properties etc، فلوس في البنك. ده كله قبل ما تخلصي ال30. ويا ريت طبعا الخلفة تبقى قبل ال35، أو انت كده هتبقي زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت ان انت كده خلاص انت محتاجة ان انت it's like a deadline، خلاص انت بعد الديدلاين بكتير كمان. بس هما نسيوا يقولوا إن الحياة الواقعية والريل لايف هي مش عبارة عن خط مستقيم. وأصلا كم المحاولات إن انتي تعملي كل حاجة في نفس الوقت عشان ترضي جدول أو تايم لاين أصلا مش بتاعك، في الآخر هيجيبلك بيرن أوت، وإن انتي في الآخر مش هتحققي حاجة بسبب التوتر والانكزايتي اللي عندك. في حاجة قريتها حلوة قوي عشان ازاي ان احنا to overcome البيرن اوت والتايم لاين المحطوط لنا ده، بحاجة اسمها mapping yourself author timeline. يعني ان انت تحطي الجدول بتاعك، انت بتنقلي من نقطة التركيز في التقييم الخارجي للتقييم الداخلي. يعني انت مش محتاجة validation from others، انت محتاجة ان انت تهدي وتvalidate your own self. ما معناه يعني ان انت محتاجة تقعدي مع نفسك وتعملي زي ليست لأهدافك. for example كم هدف انت حطاه، ايه الأهداف الحالية اللي انت بتشتغلي عليها، ايه الأهداف اللي انت محتاجاها بجد مش عشان السوسايتي هي اللي قالتها لك. هل انت اصلا من أهدافك ان انت تتجوزي وتخلفي، ولا for example انت مش عايزة ده دلوقتي او مش عايزاه خالص. هل انت لو اتجوزتي عايزة تخلفي ولا مش عايزة اصلا. فان انت تطلعي من الأهداف اللي السوسايتي حطاها لك للأهداف اللي انت فعلا حاساها. يعني زي كده بتحطي محطات لحياتك. مثلا هل انت محتاجة دلوقتي تشتغلي على استقلال مادي، emotional growth for example، راحة بال، حاجات انت عايزة تحققيها في الستاريز بتاعتك etc. زي كل شوية محطة محطة محطة، وما تتوقعيش ان كلهم هيمشوا linear way. يعني expect ان انت you're gonna stumble، expect ان انت هتقعي وان انت هتقومي وان انت هتحاولي تصلحي حاجة وفي نفس الوقت حاجة هتقع منك عادي جدا. وبليز بطلي تعملي زي society وان انت victimize your own self، وان انت to reject yourself before others do، ان انت ان انت تعتبري ان سن ال30 دي فعلا نهاية مرحلة وهي مش كده خالص.
انت محتاجة تحطي باوندرز قوية جدا، سواء بقى باوندرز ليها علاقة بالعيلة، باوندرز ليها علاقة بالمجتمع اتسترا. تعيدي كمان تعريف النجاح بالنسبة لك ايه، لان النجاح بيختلف من شخص لآخر، بيختلف من بيئة لبيئة اتسترا. وان انت محتاجة تستغلي نقطة القوة اللي عندك. يعني ال30 دي هي مش اخر حاجة في حياتك، بالعكس هي دي تعتبر نقطة قوة، لان انت عديتي باكسبيرينسز كتيرة، عندك خبرات، عندك عرفتي ايه اللي انت عايزاه، ايه اللي انت مش عايزاه، ايه اللي انت جربتيه ومش عايزه تجربيه تاني اتسترا. فلو وصلت لحد هنا فشكرا جدا جدا. وبتهيألي ان احنا محتاجين نشتغل على نفسنا اكتر في حته ان احنا نعتبر ان ال30 دي مش بعبع زي ما هم حكوا عنه. ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب عشان نتكلم اكتر مع بعض. ولو في اي suggestions لاي topics حابين نتكلم فيها مع بعض، يا ريت تسيبوها في الكومنتس.